السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وبصحة وسلامة كده. بصوا يا جماعة، عشان خاطر تبقوا فاهمين حاجة، ريد بول يعني مثلا انا بالنسبة لي باجي يعني مثلا شهر اشحن باقة كاملة، اللي هو الباقة اللي هي انا معايا دلوقتي، انا شغال على الباقة اللي هي يعني ثواني، شغال على الباقة دي اللي هي كام؟ اللي هي 100 160، اللي هو ب 92 قبل الضريبة، اللي هي يعني اللي انت بتاخد العرض اللي هو كان لمدة سنة، الناس اللي كانت مشتركة فيه فاهميني يعني. انا دلوقتي ساعات شهر اشحن وشهر ما اشحنش، ليه؟ لان معايا كده كده اصلا، معايا جيجات اهيت، معايا جيجات مترحله من الشهر اللي عدى، وكده كده ما بستخدمش النت قد كده، تمام. فانا يعني أنا حتى كان بص مترحلين معايا لحد 350. فكنت في الاول ما كنتش فاهم حته الجيجا كوين دي، فكل شويه اشحن 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 لحد ما بقى معايا جيجات كده، فقلت بقى خلاص اشحن مكالمات فقط. فدي برضو نصيحه للناس اللي معاها جيجات كتير، بدل ما انت تشحن كل شهر 92 ريال، انت استهلك معاك النت. لما النت يخلص جدد يا عم، انت كده كده معاك الباقة اصلا شغالة وسارية، تمام. جدد مكالمات، بس اعمل مكالمات في الاسبوع بكام؟ ب 10 ريال قبل الضريبة، يعني ب 11 ريال ونص مع الضريبة. المشكلة فين بقى؟ ان لو حد عايز يجدد الباقة، يعني انا دلوقتي الرصيد بتاعي 70 ريال، اللي عايز يجدد الباقة يتأكد ان ده اللي هي باقة المكالمات مش شغالة تلقائيا. يعني انا بصوا اهيت اهي، شايفين الحتة اللي تحت دي؟ عزيزي العميل، لقد تم إلغاء خاصية التجديد التلقائي. ليه؟ أنا لسه موقفها النهاردة. لو ما كنتش عملتها كده، كان كل أسبوع، حتى لو أنا ما شحنتش وشحنت باقة تانية مثلا، هياخد مني تمن الباقة بتاعت الأسبوع ده برضه. صل على النبي. عليه الصلاة والسلام. يعني أنتوا متخيلين إن أنا كل شوية بدفع 10 ريال؟ ما كنتش يعني أنا مثلا ممكن دلوقتي جددت الباقة كاملة اللي هي بتاعت السوشيال والمكالمات والخمسين جيجا كله، كمان ادفع 11 ريال ونص السبع ايام؟ طب ما انا كده كده معايا المكالمات لا محدود. فكله ياخد باله من الحته دي. في اي برنامج باقات عندك، الغي اي حاجه تتجدد تلقائي. اوحش حاجه انت جدد الحاجه بنفسك. فاهمين يا جماعه؟ نصيحه مني، محدش يعمل. بص الحركه دي برضو اللي عايز يلغيها اهي. انا رحت بعت الحركه دي، رحت بعت الاتنين اتنين خمسة اتنين على 951، راح قايل لي طلبك تحت الإجراء، وجات لي الرسالة اللي انتوا شفتوها. وجزاكم الله كل خير. وهي أي نعم شبكة مش كويسة، بس إيه ميزتها؟ إن أنت بتفضل معاك جيجات تترحل وتفضل تستمتع بعرض رخيص. ودي بتبقى حلوة للي عنده شبكة في بيته كويسة من ناحية ريد بول. وربنا ييسر لنا الحال، ولو في حد عايز يسأل على أي حاجة يسأل وأنا معاكم.